مساءكم روقان وتفاؤل وسعادة. النهاردة بقى حلقة عن الحب. وعشان الحب عايز اقولك ان انا بجد بحبكم جدا 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 من كل قلبي لكل متابعيني. لو انت شفت اول مرة تشوفني بجد هيفوتك كتير قوي، هيفوتك مشاعر السعادة، مشاعر البهجة، مشاعر اللي انت ازاي تحقق اهدافك وان انت تعيش الحياة اللي انت بجد تتمناها لو انت ما اشتركتش في قناتي. فما تضيعش وقتك، انت او انت انسانة جميلة وتستحقي كل حاجة حلوة في الحياة، وكذلك تستحقي ان انت تتابعيني. لو انت بقى مش حابب السعادة وعايش تزعل، خلاص ده اختيارك. هتكلم النهاردة عن الحب، ويا ترى ايه هو الحب، الفرق ما بين الحب والتعلق، وازاي ان انت تكون دايما في حالة حب وما تتألمش. هو ليه ناس دايما، في ناس في الحب بتتألم وبتتعذب وبتتقطع وبتتعب نفسيا، وفي ناس بتبقى سعيدة ومستمتعة ورايقة. تعال بقى اقولك ايه هو السر يا جميل. اولا، في فرق ما بين الحب والتعلق. التعلق ده بيجي من الحرمان العاطفي، نفسيا ده بيجي من السيكولوجي، بيجي التعلق بيجي من الحرمان العاطفي. والتعلق هو معناه هو ان انا بحب انسانة او انا بحب انسان وبعلق عليها او بعلق عليه سعادتي وراحتي النفسية واستمتاعي بالحياة. فلو هو كلمني النهاردة او هي كلمتني، يا سلام ابقى طاير ومبسوط، وايه ما كلمنيش او ما كلمتنيش اكتئب وازعل وتبقى مودي مش عارف ايه. التعلق ده بيجي من حاجتين. اول حاجة الحرمان العاطفي، هو ان الانسان بجد مش بيحب نفسه زيادة، او من الطفولة ما لقاش الحب بزيادة وكده. بيجي كمان من حاجة تانية، من الافلام الرومانسية والاغاني العاطفية. الافلام الرومانسية والاغاني العاطفية بتبرمج عقلك الباطن يا جميل على ان التعلق هو الحب. زي اغنية يقولك بعدك عني انتحار، او الافلام الرومانسية اللي هي ايه، البطلة او البطل لو سأل البطلة صاحبته يقطع شرايينه وكده، وبيبينوا ده ان قمة الاخلاق وان دي قمة التضحية وكده. في حين ان ده كله مش حقيقي، ده مش حب، ده حرمان عاطفي. والناس اللي بترتبط حتى ببعض وهي عندها التعلق، بعد شوية بيجيلهم نفور نفسي من بعض، لان دي حاجة مش حقيقية. it is illusion، ده وهم. طيب ده التعلق. طب الحب بقى، الحب معناه الحقيقي هو ان انا بحب الانسانة او الانسان اللي قصادي سوري، بدون شروط، حب غير مشروط. بقبل الإنسانة أو الإنسان ده بعيوبه قبل مميزاته، وبستمتع جدا في الوجود بتاعه، وجودي معاه. لكن أنا مش من حق اللي أنا أسيطر عليها، أو مش من حق اللي أنا أسيطر عليه. ليه بقى؟ لأن أنت الحب حرية. الحب أنت بتتمنى السعادة للإنسان اللي أنت بتحبها أو للإنسان اللي أنت بتحبه، حتى لو هما اختاروا إن هما ما يكونش معاك. فان انت بيبقى عندك سعادة طول الوقت. ليه؟ لان الحب حرية مش قيود. تمام؟ ده اسمه اعلى درجات الحب، اللي هو الحب الغير مشروط. اوكي؟ طيب، يبقى احنا عرفنا ان التعلق ده حاجة مش كويسة وحاجة سلبية، وان الحب الحقيقي في سعادة. طيب التعلق بقى، لو انا انسان متعلق بحب واحدة انا مش قادر، ما بنامش الليل بعد النجوم، ده ما كلمتنيش، ده مش عارف ايه، ده هو كذا كذا كذا. تمام؟ لازم تعرف ان ده رسالة ليك من ربنا لما بيحصل لك تعلق. لان التعلق الحقيقي المفروض هو يكون بالاله. ان التعلق ده حاجة سلبية جدا. طيب، طب انا لو انا انسان متعلق بحب واحدة وبتألم وما تتصلش بيا وبنهار وي وي وي، عايز اقولك ان دي رسالة ليك من ربنا. لان انت طول ما انت متعلق بحد غير ربنا، بأي حد من الناس مهما كانوا الناس دولا، انت هتتعذب وتتألم. ليه؟ لان انت المفروض عشان تتحرر من التعلق ده لازم تتبع الجملة اللي هقولها لك دي. هو ان انت تعلق سعادتك وراحتك النفسية وروقانك بربنا فقط.
ودي الحقيقة، اللي كل الناس اللي حواليك دول هم زمايلك في الاختبار، لكن مش هم سعادتك. وده دورك عشان تتحرر من التعلق. لازم ان انت بجد تبتدي تحب نفسك. قول لنفسك كلام جميل، اخرج، اتفسح، دلع نفسك، اتعرف على ناس جديدة، غير مكانك، اتعلم ان انت تحب، بس ما تعلقش قلبك غير بالله. آه معظم المشاكل اللي بيكون ما بين الأزواج بسببها التعلق. معظم المشاكل ما بين المتجوزين، ما بين كل الناس، سببها التعلق. وده بيكون زي ما قلت لك ان انت بتفكر بطريقة سلبية، وان عقلك الباطن اتخزنت فيه الصور بتاعت الافلام الرومانسية والاغاني الرومانسية، اللي هي اصلا بتوضح ان الحب هو تعلق. ودي حاجة، ده مش حاجة صحية خالص. انت تبتدي تغير من قناعاتك، تقول انا مستمتع ورايق بحبي لنفسي وبكل الناس اللي حواليا. انا غير متعلق باحد، لاني متعلق بالله فقط، هو من يعطيني السعادة. انا بقابل الحب في حياتي وبحب كل الناس بحب غير مشروط. انا مش منتظر اتصال، مش منتظر سؤال، مش منتظر حاجة. انا كده كده رايق، انا كده كده سعيد، انا كده كده مبسوط. سعادتي بتكمن من إلهي وتفكيري الإيجابي، والناس مش مصدر سعادتي، بل هما بيكملوا سعادتي. كل الجمل دي اسمها توكيدات، تكررها أكتر من مرة هيدخل لعقلك الباطن وتحسها، وفعلا تبقى دي حياتك. آه وتبتدي ان انت تتخيل نفسك ان الشخص اللي انت متعلق بيه وهتموت عليه دوت، ان هو ايه، اتس اوكي ان هو مثلا ما يتصلش بيك وان انت تبقى عادي. اتس اوكي ان هو حاجة تحصل ما يكونش جنبك، تبقى عادي. انت بتبرمج عقلك الباطن زي ما قلت لكم قبل كده بحاجتين. اول حاجة تكرار الكلمات الايجابية. تاني حاجة الخيال. بكده انت هتكون سعيد، هتكون رايق. الناس اصلا هتبتدي هي اللي هتحب تقرب منك، لان انت الانرجي او طاقتك هيبقى فيها وفرة، مش فيها ان انا هموت على فلان او هموت على فلانة. حتى بالبلدي الناس مش دارسينها قوي، بس يقولك ده فلان ده حاسس ان كابس على نفسي، او فلانة دي بتحبني، انا بحبها بس كابس على نفسي. فلأ، انت لازم توصل لحاجة اسمها مرحلة اسمها الاستقلال العاطفي. ان انت بتحب انسانة او بتحب انسان، لو انت بنت يعني، لكن انت مش معلقة سعادتك بيه، بل بإلهك فقط. التعلق ده قصة انا كانت حصلت لواحد، واحد صاحبنا يعني. كان عنده حكاية تعلق لحد من قرايبه، وراح اتقدم لها في يوم من الأيام. حاولوا يفرقوا بينهم، فأخوه ده أو قريبه دوت قطع شرايينه. تخيلوا. يعني بجد حاجة، مش عارف. يا جماعة بجد، قووا علاقتكم بربنا، اشبعوا بالقرب من ربنا، استمدوا سعادتكم من ربنا. هتحسوا ان انتوا بجد عايشين اغنياء. والغنى هنا مش غنى الفلوس بس، لا، غنى النفس. تبقى غني بان انت تكون سعيد، تبقى غني، تبقى ان انت حاسس بالوفرة، تبقى غني ان انت مش محتاج، ما عندكش احتياج للآخرين، أو هتموت على فلان أو علان أو. لو انت بقيت النسخة دي اللي هي من نفسك أصلا الحقيقية، انت علاقتك هتبقى جميلة وهتبقى رايق ومبسوط، ومش بتتجرح ولا بتتكسر ولا منتظر حاجة من حد، لأن انت بتكون عايش في طاقة عالية جدا، اللي هي طاقة الحب الغير مشروط. بحبكوا قوي. تخش اللايك والسبسكرايب والشير، لأن بجد لو انت ما اشتركتش في قناتي هيفوتك كثير من البهجة ومن السعادة ومن الروقان بالكاف بالقاف، ها. وهيفيدك كل حاجة جميلة، وأتمنى لك من قلبي اللي أنت تحب من غير ما تتألم. وطبق التمرين، الكلام الإيجابي ده كرره، وتمرين التخيل، هتلاقي نفسك بعد شوية شوية بشوية
عقلك الباطن برمجته، وامسح من دماغك كل بقى القصص روميو وجولييت مش عارف قصص ايه، وان الحب كذا، ده حاجة غير سوية يا جماعة، غير صحية. الحب جميل، حلو، بيسعدك، مش بياخد منك. بتمنى لك بجد من قلبي كل السعادة وكل الروقان وكل حاجة حلوة. اشوفكم ان شاء الله بإذن الله في حلقة جديدة قريبا بإذن الله. سلام.